نعطيكم واحد الدليل اخر. لو كان الركراكي غادي يبقى كنا متاكدين كان غيخرج مور كاس افريقيا وغيدير ندوه ويشرح لنا شنو وقع. هو لحد الان ما خرج ولا واحد عرفنا شنو وقع في النهائي المشؤوم، لا احد. وتخيل العالم كله عنده معلومات الا المغاربه مساكن ما عندهمش معلومات. علاش هذاك التير هذاك التيراك هذاك البيلانتي؟ شكون اللي قال له سير تيري اصلا؟ واش فعلا كانت شي مشاورات مع السنغال باش نضيعوا بيلانتي؟ يعني تا واحد ما خرج يبين لنا. لو كان الركراكي باقي كان غيدير واحد الندوه كما كتعرفوا، هو عنده داك الجبهه نتاع انه كيخرج في الاعلام طول وعرض، وبالتالي ما خرج. لهذا ما غاديش دابا عاد محتاجين حنا يخرج يبرر. تا زاد الوقت كامل مثلا عاد يخرج يبرر ولا يبني مستوى جديد. دابا تا داك الثقه وقع واحد الشرخ كبير، واحد الهوه وقعت بين الركراكي وبين الجمهور المغربي. والدليل الا شفتوا راه في ذاك المره فاش قال لك مشى يفطر في شي قهوه ولا تعرضوا له وتدابزوا معاه ولا ما عرفنا عليه. حنا ضد هذه المساله نهائيا، كنختلفوا كرويا، اما انسانيا راه خونا وحبيبنا. إذن هذه الدلائل كلها كتدل على أن الجامعة فعلا فقط تختار الاسم المناسب لتعلنه في أقرب وقت.